مشروب الفيديو هو مر شويه، بس انا محطتش سكر، ومش قصدي ما احطش سكر. انا محبش اشرب مشاريب دي الصراحه بسكر، ماليش في الحاجات السخنه اصلا. بس انا قلت نعمل اجواء دفا كده وبتاع. بس انا فعلا كنت هعمل لي مشروب يعني ايس عادي جدا، بس قلت بلاش عشان الجو برد، وحاسه ان انا لابسه كذا حاجه فوق بعض، بس مش مهم. طبعا باين من الاجواء ان احنا هندردش. صراحه انا قصدت ان البيت كله ينام عشان اللحظه دي ان انا افتح الكاميرا واتكلم معاكم. حاسه ان جوايا رغي كتير جدا، اكني كده عندي كبت كلام معرفش. بس انا فعلا بقالي كتير عامه ما اتكلمتش، او انا بقالي كتير عامه مختفيه، فعايزه اوبن اب جدا. وانا بحس ان يعني حاسه ان المكان ده دايما بيكون كده، يعني الكومفورت زون بتاعتي، او الحته اللي انا بحب اتكلم فيها الصراحه عايزه اتكلم عن حاجه اكتر. يعني انا مش هتكلم في العموم، هبقى بتكلم عن موضوع اكتر، وهو فومو او fear of missing out. ودي حاجه انا يعني فيا جدا، يعني دايما بحس ان انا فايتني حاجات كتيره قوي، وان انا مش عايشه بطريقه صح، وعمال يفوتني حاجات انا مش عايزاها تفوتني. فببقى دايما خايفه يفوتني مثلا حتى ابسط الحاجات، خروجه مثلا. ودي حاجه فعلا لما تبقى واصلين لليفل وحش بتكون مضره ليكوا انتوا، بتبقوا فعلا بتيجوا على نفسيتكم كتير، وبتقعدوا تفكروا خايفين وقلقانين، وحاسين انتوا مش عايشين حياتكم بالشكل الصح. بس هو اصلا مفيش شكل صح ان انتوا تعيشوا بيه حياتكم. احيانا بجد كل اللي انتوا بيبقى المفروض تعملوه ان انتوا تعيشوا، بس ما تعملوش اي حاجه ان انتوا تكونوا موجودين يعني. بس دايما خدوا الامور ببساطه. وانا مش بقول لكم ان انا، يعني انا لسه قايله لكم في بدايه الفيديو ان انا الحته دي عندي جدا، فانا مش بقول ان انا جامده وبعرف ان انا اخد الامور ببساطه وبعرف اعيش صح والجو ده خالص. بس دايما بحس ان الشخص لما يكون مش كويس في حته معينه، او في حته هو مش احسن حاجه فيها، لما بيتكلم عنها بتبقى بيعرف ان هو يخرج نفسه منها بطريقه احسن. يعني الفيديوز دي اكتر حاجه بحب اصورها عشان بنفكر بعض. نبدا الفيديو. من اكتر الحاجات اللي بجد بحس ان هي ليها دور كبير جدا في حته انك تخليك خايف او متوتر، او حاسس انك عايش حياتك غلط وبتضيع وقت، بجد عايش حياتك بتضيع وقتك لانك فايتك حاجات كتير قوي المفروض تبقى بتعملها، مع ان مفيش حاجه اسمها المفروض. وهي السوشيال ميديا عامه. يعني دايما واحنا بنقلب بنسكرول كده على تيك توك او على انستجرام او وات ايفر، بتشوفوا اي ستوري شخص معين، فبتشوف بقى اللي سافر، اللي بيلعب، اللي في خروجه مبسوط مع صحابه، اللي بيعمل حاجه هو بيحبها، اللي بيطور من هوايه عنده كعزف، كغنى، وات ايفر. قاعد بتسكرول وانت على السرير او قاعد في اي حته، وحاسس انك انت فايتك ده. يعني فايتك انك تبقى مسافر دلوقتي معرفش فين، فايتك انك تبقى بتكسبلور عامه الاماكن اللي في العالم، بتجرب، عايش قصه حب جميله جدا. فايتك عمال بقى بتشوف ده عايش ايه وده عايش ايه وده عايش ايه، فحاسس ان انت فايتك كل حاجه من كل ده. وبتيجي بقى تبص لحياتك بتحس ان هي مفيهاش حاجه، فاضيه الفتره دي، فتحس ان انت متضايق جدا، حاسس انك بتضيع وقتك، حاسس انك انت عايش حياة مش worth living، او اللي انت مش حابب انك تبقى، مش هي دي الحياة اللي انت عايشها، عايز تعيشها قصدي. ف عارفين بقى المقارنات بقى اللي بنقعد نحط نفسنا فيها، او حتى يعني انا الصراحة مش بقارن نفسي بحياة غيري قوي. اكتر حاجة بعملها ان انا بقارن نفسي بالحياة اللي انا ببقى متخيلة وحابة ان انا ابقى عايشاها. يعني مثلا انا الفترة دي مش احسن حاجة مثلا، او مش مثلا، هي دي الصراحة يعني الفترة دي فعلا مش احسن حاجة، بس مهم. فاقوم انا دلوقتي متضايقه وقاعده حاسه ان انا بضيع وقت ومش مبسوطه، فابدا اقارن حالتي دلوقتي بالحياه اللي انا بجد عايزه ابقى عايشاها، بكل الروتين اللي فيها وتفاصيلها، وقد ايه في حاجات عايزه فعلا ابقى جربتها وعشتها، واحس ان انا فايتني بجد حاجات كتيره. احس ان انا فعلا انا مش عايشه بقى دلوقتي. ودي حاجه بجد بتزود الانكزايتي جامد، وبتحسسكم ان انتوا دايما في قلق وتوتر وفي ضغط كبير يعني عليكم، حاسين ان انتوا بجد مش ملاحقين تعملوا حاجات ومش عارفين تبداوا منين. مع ان في الحقيقه، ودي حاجه احنا دايما بننساها، ان مش دايما لازم تكونوا عارفين انتوا هتعملوا ايه في حياتكم، مش دايما لازم يكون في بلان وخطه معينه وانتوا بتاخدوا الستبس عشان توصلوا للحياه اللي انتوا عايزين يعني تكونوا عايشينها. ساعات بجد كل اللي انتوا محتاجين تبقوا بتعملوه ان انتوا بس تكونوا عايشين في المومنت، حتى لو هي بقى حلوه وحشه whatever، وتكونوا عارفين بس كده اللي هو كمايند سيت ان
انه one day انا هبقى عايشه حياه انا حابه ابقى عايشاها، وهاخد ستيبس فعلا وهبقى احسن وهعمل حاجات معينه، بس مش كله في وقتها. يعني بلاش تكونوا حاسين ان انتوا في سباق مع نفسكم ومع اللي حواليكوا ومع الحاجات، هي حاجات مش هتطير. واللي بيقول الكلام ده دلوقتي بجد شخص اصلا بيخاف من فكره الوقت. يعني انا بحس ان انا مش هلحق اعمل الحاجات اللي انا بحبها، مش هلحق اقول كلام حلو للناس اللي في حياتي اللي انا بجد بحبهم ومقدره وجودهم جدا، مش هلحق اعمل حاجه. والحياه ابسط من كده بكتير يعني بجد. مش بحب اقول ان هي بسيطه جدا عشان مش بسيطه، لان المواقف والاشخاص اللي فيها وانا وانتوا واحنا كلنا بنخلي الحياه مش اسهل حاجه. بس انتوا مش في سباق، يعني كل حاجه مكتوبه واللي هيحصل هيحصل. وانتوا بجد قبل ما تيجوا الدنيا دي اصلا بجد كل سيناريو كل سين ومشهد في حياتك اوريدي مكتوبين، فملهاش لازمه ان انت تحس ان انت قاعد فايتك بقى تسافر، فايتك تحب، فايتك تبقى عامل صحاب كتير، فايتك حاجات كتيره، لان كل ده بيجي واحده واحده وكل حاجه مكتوبه في وقتها ووقتها هتعيشها. فانت لما تبقى بتعمل كده، يعني انا لما ببقى قاعده كده بحس ان انا بجد مش عايشه وعماله افكر في الحاجات اللي انا عايزه ابقى اعملها ومش عارفه اعملها دلوقتي، انا بجد ما كنتش بعمل اي حاجه غير ان انا مش بعيش في اللحظه. يعني انا ببقى مخي مش موجود ومش معايا في المومنت، ودي حاجه بتخليك اصلا حاسس انك مش موجود عامه دلوقتي. يعني مثلا نفترض ان انا في المود والمايند سيت دي ان انا عماله خايفه ومتوتره وحاسه ان انا بضيع وقت وحياتي بايظه على الاخر، وخرجت خروجه مع ناس بحبهم جدا وخروجه جميله، بس انا مخي مش في اللحظه. يعني مخي بيفكر في اللي انا ازاي فايتني حاجات كتيره ومع اني خارجه دلوقتي، كذا حاجه عمالين تفكروا فيها وانتوا في الخروجه تخليكوا اصلا مخكم مش معاكوا. يعني فلما يكون مخكم مش حاضر في اللحظه نفسها بجد بتكون المومنت ملهاش اي لازمه ولا اي حاجه، وهتروح بيتك تحس اللي هو الخروجه كانت حلوه والناس بحبها بس انا ما اتبسطتش. يعني حاسه ان انا اصلا ناسي الخروجه، انا كنت موجود بس انا ما كنتش حاسس ان انا موجود اصلا. فلو فكرتوا فيها هتلاقوا ان بجد فكره the fear of missing out اللي احنا بنحط نفسنا فيها او بنعيشها كتير، مش بتعملوا اي حاجه غير ان انتوا بتقتلوا نفسكم في اللحظه اللي انتوا بتكونوا بتفكروا فيها في السباق اللي انتوا مألفينه لنفسكم ده. مش بتعملوا اي حاجه غير ان انتوا بجد بتكونوا مش عايشين في المومنت، وتزودوا ضغط على نفسكم وعلى تفكيركم، وبتحطوا لستة افكار كتيره تخليكم اصلا بجد مش قادرين تعملوا اي حاجه، ومش هتعملوا اي حاجه غير ان انتوا تفضلوا قاعدين بتفكروا متضايقين جدا محبطين، مش حتى مفيش شغف تعملوا اي حاجه. حاسه انا نسيت اشرب. انا بجد مش بحب المشاريب السخنه بطريقه، مهما كنت بردانه انا مش عارفه بقى بحس ان انا لازم عشان انبسط اشرب حاجه فيها تلج. يعني بقى حاجه فيها صودا بقى وشويه تلج كده كتير، او ايست كوفي اكتر مشروب بحبه، حاجه كده مشروب طاقه مثلا. الحاجات دي بجد بتبسطني بتخليني مبسوطه جدا. لكن الحاجات السخنه بحس ان انا خلاص بقى في النص بزهق كده، مش عارفه ما بحبهاش الصراحه. وهتقولي عملتيها ليه؟ ما اعرفش برضه. الحقيقه بقى ان عامه كلنا بنفوت لحظات في حياتنا وده طبيعي جدا. يعني مش هتلاقي حد ناجح في كل حاجة ومبسوط في كل جزء في حياته. هتلاقي مثلا اللي ناجح في دراسته جدا ودرجته دايما تحفة وجميلة، بس في حتة تانية في حياته متدمر ومش طايق نفسه ومش مبسوط. وهتلاقيه مثلا ممكن يكون وحيد نفسه يعمل صحاب بيحبهم بجد. حد تاني مثلا تلاقيه دراسيا زفت ومش عارف يذاكر ومش عارف يركز وما فيش شغف، بس مثلا عايش قصة رومانتك تحفة ما حصلتش. فدايما هتلاقي ان اللي عنده حاجة في حتة تانية مش احسن حاجة، يعني حياته مش احسن حاجة فيها. لان كلنا بنفوت حاجات في حياتنا وده طبيعي وده عادي جدا ان هو يحصل، عشان احنا مش روبوتس يعني او مش AI، احنا بشر. فطبيعي ان احنا ما نكونش كاملين في كل حاجة او مش ما نكونش عامة كل حاجة ماشية كده. لا، هو دايما الحياة فيها ups and downs، فطبيعي انك تبقى ساعات مبسوط في حتة معينة، حتة تانية متدمر فيها. فكلنا بيفوتنا حاجات في الحياة. ففكرة انك تبقى معايش نفسك، وانا بقول لنفسي معاك عشان انا ببقى كده كتير، مفيش حد المايند سيت بتاعته دايما بوزيتيف على طول الوقت، بيفكر بطريقة ايجابية وان هو عارف ينظم افكاره ومشاعره بقى ويبقى شخص ايجابي وكده. بيجيلي وقت ببقى تحت الصفر طبيعي جدا. بس انا بجد بحب الفيديوهات دي اكتر حاجة عشان بحس ان انا بفكر نفسي وبفكركم بندردش، يعني بحب كده الصراحة.
هو ليه واحنا بنتكلم عامه بحس كمصريين فينا حته اللي هو كده، اللي هو بتبقى في وسط الكلام كده وانت بتوبن اب لحد او كده بتقولها كده، معرفش بتبقى بحسها روشه، مش عارفه، بس هي حاسه انا قلتها كتير فهي تقريبا بقت خصله جديده عندي، يعني لاحظت الموضوع ده الصراحه. المهم نرجع لموضوعنا. فليه تبقى معايش نفسك في سباق واكنك بجد عايز تلحق تخلص كل حاجه، ومهما حاولت مش هتعرف انك تعمل ده، ويبقى ان هو تبقى حياتك في كل حته فيها تحفه وجميله جدا، مش هتحصل بجد. لو حاسين ان انتوا مش قادرين تعملوا حاجه دلوقتي، وفي نفس الوقت فايتكم حاجات كتيره، بس انتوا فعلا تعبانين ومش مش عارفين ان انتوا تعملوا حتى حاجه واحده من الحاجات اللي فايتاكوا، ساعات زي ما قلت لكم في اول فيديو، كل اللي انتوا محتاجين تعملوه ان انتوا بس تكونوا موجودين، يعني انتوا بس بتحاولوا ان انتوا تعيشوا. كل اللي انت محتاج تعمله انك تفصل ده، عشان ده لما بيشتغل وما بيقفش بتبقى اوحش حاجه في الدنيا، وكده تفصله وتعمله تيرن اوف وتعيش، بس تبقى قاعد كده، تبقى موجود في الدنيا. وبجد مع الوقت هتلاقي نفسك انت بدأت تبقى احسن، وبدأت يبقى مش فارق لك الصراع والسباق اللي انت كنت عامله لنفسك. لما توصل للحته دي تبقى اللي هو فخور بنفسك، حاسس اللي هو يا انا كنت فين وبقيت فين، انا كنت هنا بدأت اطلع ومبسوط ان انا مش فارق معايا كل اللي انا بشوفه على السوشيال ميديا، او كل اللي بشوفه حواليا، ومين عاش ايه ومين راح فين ومين معرفش ماله. انا كده تمام، في ايام حلوه وفي ايام زي الزفت، بس انا عايش صح، بحاول ان انا ابقى بعيش بطريقه صح. والطريقه الصح حرفيا بجد من غير اي لعبكه انك تبقى عايش بس، يعني تبقى بتفكر في المومنت، في اللحظه اللي انت فيها، وفي ازاي تبقى شخص احسن. بس ده كل اللي انت عليك، وصدقني كل حاجه اوريدي مكتوبه. اهم حاجه ان ربنا شايفك وعارف انك بتحاول، ودي الوحيده حاجه تخليك عارف ان الدنيا قدامها تبقى احسن بكتير، لو هي دلوقتي مش احسن حاجه ووحشه جدا. يعني في نقطه السوشيال ميديا عشان انا اتكلمت عنها، بس في حاجه نسيت اقولها. الفكره اصلا ان السوشيال ميديا عامه مش حقيقيه 100% خالص. يعني ممكن يبقى حد منزل ستوري ان هو مبسوط جدا وان هو كان في خروجه تحفه، وهو اصلا قاعد في البيت مروح مش طايق نفسه ومتضايق، بس كده مسك الموبايل لقى نفسه يبقى له كتير محطش فحطها، هو ممكن يكون بيعيط دلوقتي اصلا عادي جدا. عشان كده انا بصراحه يعني بقالي فتره واعده نفسي الحوار ده وبعمله فعلا، ان انا لما انزل ستوري ابقى فعلا، مثلا هنزل ستوري وانا مبسوطه، ابقى فعلا مبسوطه دلوقتي. وانا متضايقه جدا ما هتلاقوني ما اختفيت اصلا، ما بنزلش حاجه ولا بعمل حاجه. مثلا بعمل حاجه انا بحبها دلوقتي، بحاول اطور نفسي من حاجه، يبقى انا فعلا بعمل كده، مش اللي هو هبقى انا مثلا منزله حاجه انا ما بعملهاش اصلا والجو ده. بس طبعا السوشيال ميديا كلها كده عادي جدا، وعشان كده بقولكم ان هي مش مقياس خالص ان انت تبقى لو حاسس ان فايتك ده وفايتك ده، بص بيعمل ايه، ده بص بيعمل ايه، طب انا ليه قاعد ما بعملش حاجه ومش قادر اعمل حاجه. المفروض يبقى عندي باور كده وشغف، وتقعد بقى تقارن وتحس ان انت في السباق اللي قلنا عليه. فبجد دي حاجه مرهقه جدا ومتعبه، وهتحس ان انت كده يعني الباتري صفر، مش قادر تعمل حاجه، زي الكاميرا كده عشان هي قربت تفصل دلوقتي، وانا متوتره جدا ومش عايزاها تفصل عشان انا لسه الفيديو مخلص. بجد اتوترت، عامله شرطه حمراء وعماله تعمل كده. في كام كود اقتباسات يعني بحبها جدا جدا، كنت عامله لها سيف على بنترست. انا ما بصراحه لما يبقى في حاجه فعلا اكتشفت ان هي في شخصيتي ومضايقاني او بتخليني مش احسن حاجه، بحب ان انا اخش اجيب يعني كوتس عنها او كده، عشان دي حاجه بتفرق معايا عامه، من النوع اللي بيتحمس لما يقرا مثلا جمله معينه وتاثر فيا جدا، بتحمسني جدا عامه ان انا اتغير في الحته دي. وبلاش جمله اللي هو مفيش حد بيتغير او كده، عشان صدقوني فيه. ولو انت في حاجه في شخصيتك انت مش بتحبها وحاسس ان هي بتاذيك اصلا وبتخليك بجد نفسيتك مش احسن حاجه، لو حطيتها في دماغك هتتغير. يعني مثلا ابسط مثال، بس ممكن نختصره عشان مش ده موضوعنا النهارده. انا شخص كنت people pleaser جدا، اللي هو عايش ان هو يرضي الناس اللي حواليه ومش بيفكر في مشاعره ولا بيفكر في ارائي ولا اي حاجه، واتغيرت مبقتش كده خالص. فهي طبعا كانت جورني طويله وبتاع، وقريت كذا كتاب وحاولت فعلا اقنع نفسي، وكنت بقنع نفسي. وبرضه لما ابقى في قاعده مثلا فيها جروب اوف فريندز او كده وكله بيقول رايه، انا ببقى بفكر قبل ما اقول رايي، عشان حاسه ان هو
ممكن ناس في القعده ما تحبش اللي انا هقوله وناس تانية تحبه، طب اقوله ولا ما أقول؟ عارفين كنت بحلل كل حاجه قبل ما اقولها، حاطه في دماغي، وكانت حاجه بتضايقني جدا. واتغيرت عادي، مبقتش كده خالص، وبقيت لما بحب الناس اللي حواليا او من غير ما احبهم عامه، الطيبه او انك تبقى طيب مع الناس اللي حواليك غير انك تبقى عايش حياتك حاطط مشاعرك وافكارك كل حاجه على جنب، وشايف ان انت مالكش لازمه في كل ده، وعايش بس بطريقه اللي حواليك. دي حاجه ودي حاجه تانية، يعني ما يتقارنوش ببعض. فبجد مفيش حاجه اسمها اللي فيه طبع ما بيتغيرش، والجو ده عشان اللي فيه حاجه عايز يغيرها بيغيرها، بس لو فعلا فعلا اقتنع بيها وحاسس ان هو لا فعلا انا هتغير في الحته دي وحطها في دماغه يعني. مهم في كام كابشن او كوتس كده عجبتني في حته الفير اوف ميسنج اوت، هقراهم برضو عشان نقراهم مع بعض. مثلا واحدة عجبتني جدا وهي you can do everything and you don't need to, you are exactly where you need to be. يعني انت مش هتعرف انك تعمل كل حاجة، علشان زي ما قلت لكم مفيش حد عنده كل حاجة وفي كل حتة في حياته بيرفكت ومبسوط فيها، وعارف ان هو يسيطر على كل بارت في حياته. اكيد في اجزاء بايظة واجزاء حلوة وهكذا، وانت مش مطلوب منك انك تبقى مركز في كل حاجة، واللي هو مش عايز حاجة تفوتك من ولا جزء في حياتك بقى. عايز تبسط اللي حواليك، عايز تبسط نفسك، عايز تركز في دراستك، عايز تركز في هواياتك، عايز تتشهر، عايز تعيش قصة. كل اللي انا قلته انت مش هتعرف انك تعمل كل حاجة، ومش مطلوب منك انك تعمل كل حاجة، وانت في مكانك الصح دلوقتي. يعني انت ايا كان، مثلا انت حاليا مش حاسس ان حياتك فاضية وان انت قاعد بتضيع وقت، انت مش بتضيع وقت، انت مجرد موجود لسه بتكتشف انت المفروض تعمل ايه في حياتك دلوقتي. بس بلاش تبقى بتوتر نفسك وانت بتكتشف ده. يعني زي ما قلت المايند سيت عامه بتفرق. يعني حتى في المذاكره، مثلا انا هفتح اذاكر، فطريقه تفكيري وانا قاعده بذاكر، المود بتاعي عامه والفايبس اللي انا مدخله نفسي فيها بتفرق في المعلومات انا هذاكرها حلوه ولا وحش. يعني لو متضايقه او مكتئبه وحاسه ان انا فايتني حاجات كتير قوي، هبقى بجد بذاكر وانا مش مركزه اصلا. لكن لو بذاكر وانا اللي هو حاسه ان مثلا اليوم كان وحش جدا، ما فيهوش اي حاجه غير مذاكره، بس انا هحاول تبقى المذاكره دي هي الحاجه الكويسه اللي في اليوم، مع انها حاجه وحشه جدا، بس انا مركزه فيها عشان عارفه ان هي قدام ممكن تفيدني مثلا في الدرجات وانجح واتبسط، تبقى دي حاجه بسطتني مثلا. ففكروا في السمول ستيبس وقدروا المومنت اللي انتوا فيها، حتى لو هي مش الطف حاجه يعني. اخر واحده الصراحه دي عجبتني جدا جدا. Stop measuring your life by what you are missing, measure it by what you have and how far you have come. يعني بطلوا تقيسوا حياتكم بالحاجات اللي حاسين ان هي فايتاكم ومش ملاحقين تعملوها، وابداوا قيسوا حياتكم بالحاجات اللي عندكم already و how far you have come. يعني فكروا ازاي فعلا في حاجات كتير انتوا عرفتوا ان انتوا overcome it، يعني عارفين ان انتوا survive منهم. يعني مثلا فكروا بدل ما تقعدوا بقى تحسبوا انا فايتني كذا وكذا ومش هلحق أعمل، فكروا في الحاجات اللي عندكم دلوقتي. وحتى لو مفيش، فكروا عامه في قد ايه انتوا شخصيتكم قويه واستحملتوا حاجات كتيره وعدتوها. يعني اكيد في حاجات كتير قوي عندنا زمان كلنا مأثرة فينا لحد دلوقتي. يعني ممكن تبقى جمل سمعتوها، ممكن تكون مواقف اتحطيتوا فيها مش قادرين تنسوها، بس انتوا خلاص يعني you moved on منهم، خلاص انتوا يعني عدتوها، تأقلمتوا وعديتوا المواقف دي والحاجات دي كلها. ففكروا في قد ايه انتوا فعلا شخص بيحاول في الحياة والدنيا ان هو يكون شخص احسن، وان هو مهما اتحط في مواقف مش احسن حاجة ووحشة جدا وحاجة مأساوية جدا، هو عارف ان هو يعدي ويتأقلم ويكمل. ودي حاجة الوحيدة، فكرة انك بتحاول تعيش، دي حاجة الوحيدة بجد تحفة، ولازم تبقى مقدر ده. بقى ايس عامة من كتر ما انا سبته، فهو ناقصه بس مكعبات تلج، بس هو بجد بقى تلج، يعني بقى ساقع جدا، فكويس. ايه بقى ده؟ بص بجد اول ما بقى ساقع طعمه بقى حلو، يعني مع انه نسكافيه عادي جدا، بس هو دلوقتي بقى ساقع، فحاسه يعني هو بجد دلوقتي زي الايس كوفي بس ناقص له تلج، طعمه تحفه. فده اللي انا كنت عايزه اقوله. طبعا هي الكاميرا خلاص هتفصل اصلا، وانا حاسه ان انا قلت كل اللي انا كنت عايزه اقوله الصراحه. وبجد اكتشفت ان انا لما بتكلم معاكم او مش اسمها open up، عشان انا الصراحه ما حكيتلكوش حاجه ليها علاقه بيا او كده، بس اتكلمت في حاجه
انا بعيشها كتير عادي، بس قصدي ان انا ما فضفضتش كحاجات يعني بتحصل في حياتي او كده. بس يعني فكرة ان انا بجد اتكلمت معاكم، حاسة ان هي دايما بتخليني في مود احسن، في مود احلى الصراحة. فمش عارفة، بتبسط جدا. مش عايزة ابقى كرنج، بس بجد بجد مش بقول كده وخلاص. فعلا شوية الكلام دول بسطوني جدا، واتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وكنتوا جايبين اي سناكس او مشاريب عشان لازم نكمل الاجواء. ابقى انا بشرب حاجه وانتوا بتشربوا حاجه، او بتنقنقوا او تاكلوا حاجه، يعني بحب كده عشان نحس ان احنا في نفس المكان. يعني انا دايما بتخيل الكاميرا اشخاص قاعدين قدامي بنرغي مع بعض، فلازم تتخيلوا انتوا الاجواء دي لحد ما نبقى نخرج بقى ان شاء الله. فاتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي. هحاول ان انا انزل فيديو كل حد واثبت الحوار ده. انا خلاص قربت عامه اخد الاجازه عشان أنا بمتحن فاينلز الفتره دي. هخلص يوم 22 في الشهر اللي احنا فيه ده، شهر واحد. انا مش عارفه انا هلحق امنتج الفيديو ده امتى، عشان المفروض اصلا خلصت مذاكره بدري عشان اعرف اصور الفيديو. فهشوف يعني هعرف افضي وقت اذاكر اي حاجه، او افضي وقت للمونتاج عشان اعرف انزله. واول ما اخد الاجازه، بس حتى من غير ما اخد الاجازه عشان كده كده انا ناقصلي امتحانين، وقبل كل واحد في ايام كتيره جدا، فانا عارفه اظبط الدنيا يعني واصور. فانا هحاول اثبت كل حد فيديو الساعه 8. واشمعنى الساعه 8 معرفش، عشان اول ما بدات يوتيوب مثبته الساعه 8، فهي بقت حاجه يعني مؤثره بالنسبه لي. مش مؤثره يعني، بس بقى روتين. فبس بحبكم جدا، باي باي. ايه رايكم في النيل بولش؟ باين قوي ان انا مش عايزه اقفل، صح؟ حاسه انا عايزه ارغي اكتر. يلا مش مهم بقى، باي باي.